ورجعنا تاني لشخصيات مؤثرة. تفتكروا مين اللي أدهش الجميع بإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة 67؟ استشهد بزيه العسكري وسط المعركة، وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة من 67 ل 69. أسطورة حرب الاستنزاف وأيقونة القوات المسلحة الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض. اتخرج من الكلية الحربية سنة 1938، وبعدها شارك في الحرب العالمية الثانية بوجوده ببطارية مدفع مضاد للطائرات في اسكندرية ومطروح والصحراء الغربية كمان في فترة ما بين 41 ل 42 ضد القوات الألمانية والإيطالية. شارك في حرب فلسطين 48 كضابط اتصال ما بين القيادة والقوات العاملة بفلسطين، وفي 51 كان قائد لمدرسة المدفعية المضادة للطائرات. لكن حلمه ما وقفش لحد هنا، كان عنده شغف كبير جدا للعلم، وده دفعه انه يكمل دراساته في الأكاديميات العسكرية في بريطانيا عشان يثبت مهاراته وقدرته على القيادة. كان منظم جدا ومحب للقراءة ومطلع على الثقافات الأخرى. قاد انتصارات عسكرية عظيمة في معارك حرب الاستنزاف، منها معركة رأس العش لما صدت القوات المصرية الاعتداء الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد المصرية. وما ننساش كمان انه شارك في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في أكتوبر 67. استشهد القائد الذهبي المقاتل عبد المنعم رياض على الخطوط الأمامية سنة 1969. عبد المنعم رياض بطل من أبطال القوات المسلحة المصرية اللي هتفضل دايما مصنع للرجال المصرية. كنت معاكم روان البديو.